ما نكتش. ما تقولش نكت. ما بحبش النكت. اتنين من دهاة العرب جدا كان دكتور سيدنا عمرو بن العاص وحد تاني، ناس اسم التاني. فقاعدين بقى يتنافسوا في الدهاء يعني. فالراجل ده بيقول سيدنا عمرو انا ما وقعتش في مشكله غير خرجت منها. سيدنا عمرو قال له انا ما وقعتش في مشكله اصلا. ارجوك وابوس ايديك وتقدر بذكائك بالتحكم في اعصابك بطريقه رد فعلك ما تقعش اصلا في المشكله. لكن انت حضرتك حصل حاجه انفعلت. في انفعالك انت خاصه دلوقتي الناس كلها بتصور. وقعت في مشكله وجينا نحلها كان اسهل قوي ما يحصلش. اغلب الناس الناجحين اللي مش شايفينهم دول لم يتنازل عن كرامته ابدا. ده العكس، لو انت فهمت الكرامه غلط انت هتوقع نفسك في موقف هتضطر تتحط تحت رجلينا. كلامي واضح؟ ما تصطدمش بالكبار، الكبار يعرف يضايقك. ولا تنافقهم ولا تبوس رجليهم. عايش محترم، ملتزم بشغلك جدا، مؤدب في طريقه كلامك، في طريقه ردك على العيان وعلى اساتذتك. فتعيش غير اللي عاش حياته في صدمات وناس بتهزق فيه وناس بتخبطه في الحيطه. في حين يطلع انسان مشوه. وده لما بعد كده يطلع في الكليه يبقى معقد برضه. يسال في الشفوي اسئله ملهاش لازمه خالص، حاجه غريبه. المسكيوهات ما تتحلش. وانا عارفهم كل السيديهات بتاعتهم عندي. والله مره ولد نايم مع احترامنا ليكوا يعني انتوا امتياز عارف انت نايم خلاص نايم. فعرفت انه بيغلس تلميذي سيستم. فعرفت انه بيضايق الامتياز فبقول له ده الدكتور احنا بيضايق الامتياز ليه ما تساعدهم؟ قال لي يا دكتور علي الجيل الجديد ده يا لا 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 الله يخرب بيه. فارجوك حجه الجيل الجديد دي اوعى تخش في قلبك. احنا لما كنا انا في بكالوريوس اتقال علينا الجيل الجديد. وفين ايامينا؟ لا والله انتوا جيل محترم جدا. واللي جاي وراكم محترم جدا. واللي بسمعه النهارده على تدريب الامتياز ده ما حصلش في حياتنا احنا. انتوا اشطر مننا. فعشان خاطر نحترم بعض. والله ما بجاملكم. احنا الاندر جراديوتس بتوع البوست جراديوت بتوعنا لسه متخرجين احسن من اي حد في الدنيا. الكلام ده مش انشا. الكلام ده عملي. امال ليه بتتخطفوا بره؟ في دول بره مستنياكم. لان انت اشطر من المتخرج بتاعه. ما تقولش التعليم بتاعنا اي كلام خالص. انا عندي حساسيه شويه في اي حد يتكلم عن بلدنا بانتقاص. ليه كده؟ والله اخش حاجه كده. احد الدول الشهيره جدا مشهور باسم. في قصه بقى الانشورنس واي حد هناك بي ار بيرمننت ريزيدنس. بي ار دي بيرمننت ريزيدنس مش بي ار. المهم للاسف الناس كلها مخها شويه. اي حد بي ار له انشورنس كامل. تعالى بقى للانشورنس ده. هنروح 40 دوله 40 بالعدد يعني. ايه بقى ودي من الدول دي؟ ايه بقى الانشورنس؟ حضرتك جالك اي الم وليكن ديسك مثلا فين؟ تروح لمين؟ دكتور نيورو سيرجن. الراجل بتاع سباين لا الفاميلي دكتور. يشوفك الفاميلي هو اللي يشخصك. طيب شافك قالك انت ديسك تروح لحد بقى نيورو لا ما ينفعش تروح له من غير اشعه. يطلب لك الام ار ويتنج ليست قد ايه؟ صح يا باشا 3 شهور على الاقل. دوله غنيه جدا. تقدر تروح تعترض؟ يا جماعه فين الانسانيه؟ طيب عملت خلاص الام ار رحت للفاميلي دكتور لا ديسك لازم نيورو سيرجن فعلا. حولك نيورو سيرجن. ويتنج ليست قد ايه؟ 4 شهور.
على احسن الاحتمالات. انت 7 شهور ديسك بتتعالج بمين؟ فاميلي دكتور. بلدنا العظيمه دي تحيا مصر تريليون مره. هو ده ليه متحيز؟ مش كلام سياسي، والله ما بحب السياسه، والسيستم لا يتكلم في السياسه. بس نشكر ربنا على اللي احنا فيه. بس ربنا ياخد اللي ما بيحب. المهم واحد عنده ديسك بقى عندنا احنا في مصر دلوقتي هيعمل ايه؟ هيطلع تذكره ب 10 جنيه ويخش عياده النيورو سيرجري عندنا في القصر العيني او عندكم 10 جنيه هيقابل جوه واد نايب عفريت. نوابنا مش طبيعيين ومعاه مدرس مساعد في العياده. والقصر العيني كان عايز خلي فيه لازم مدرس في كل عياده، خليها مدرس مساعد. هيشوفوا يقولوا ده ديسك. هو لما دخل العياده قعد بره ساعتين. كان شتم في الدنيا كلها وساب الدين. كل ظهر وجعه بدل مفيش حاجه مع عقليات. هناك الطوارئ في هذه الدوله وفي كتير من الدول. الطوارئ ما دام مش كاردياك اتاك ولا اكتف بليدنج بتخش للنايب بعد 4 ساعات. فراكشن يقعد في الاستقبال 4 ساعات. كات ووند بس الدم وقف. والله ابن واحد حبيبي قوي هناك حصل له كات ووند فراح الطوارئ لقيته بيجهز ترمس. والله ترمس وشويه بسكويت وسجاده كده صدى خدها معاه عشان هيقعد. احنا عندنا بقى اللي بتعور في ايده كده هاند انجري وبره في الطوارئ 1.5 ساعة. يا جماعه ارجوكم الراجل ده اتطرد وإما ار عندنا اتعمل بعد 3 أسابيع شهر ده بالكثير. وفي الفتره دي مين بيعالجه؟ نيورو سيرجن. عملها قال له محتاج عمليه او مش محتاج. خلصت الحكايه. وهناك ممنوع زيرو توليرنس مكتوبه في كل حته. لو بتاع الطوارئ ده زعق كده قال يا جماعه ما تراعوا الناس ده الجرح متعور ده احسن يتلوث البوس ياخد. لا عشان كده انا متحيز. كتير قوي يجي لي في العياده ناس من استراليا